مشاهدي الأكارم، طيب الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. أحييكم وأقدم نشرة أخبار المساء والمستهل بالعناوين. انتخاب الشيخ سالم إبراهيم المختار مفتيا لإريتريا. مياه شرب صالحة في ريف القاش بركة تغطي نسبة 81%. إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. حركة طالبان تعلن سيطرتها على 85% من الأراضي الأفغانية. عدد الوفيات في العالم بسبب الجوع يفوق وفيات كورونا. مصرع 52 شخصا في حريق بمصنع في بنغلاديش. السلام عليكم ورحمة الله. انتخب القائم بأعمال مفتي إريتريا والأمين العام لمجلس الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية الشيخ سالم إبراهيم المختار انتخب مفتيا للديار الإريترية. وانتخب الشيخ سالم إبراهيم المختار مفتيا لإريتريا انتخب في اجتماع عقد بقاعة المعهد الإسلامي بحضور 82 ممثلا للمجلس الأعلى للإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية ومجالس الأوقاف في المديريات وأعضاء مكاتب الإفتاء في جميع الأقاليم والشيوخ والأعيان. وقدمت في المناسبة نبذة تاريخية قصيرة للخدمة الدينية للمرشحين للمنصب. يذكر أن مفتي الديار الإريتري الشيخ الأمين عثمان الأمين رحمه الله قد وافته المنية يوم 17 من شهر مايو من عام 2017. أوضح قسم المياه في إقليم القاشبركة تغطية خدمات المياه الصالحة للشرب نسبة 81% في ريف الإقليم. وأوضح مسؤول القسم السيد زر أبروخ تخلي حفر 560 بئرا لضمان توفير مياه شرب تضخ بالدفع اليدوي والطاقة الشمسية والمضخات لتحصل 617 قرية على خدمات المياه. وأشار إلى اختلاف تغطية مياه الشرب من مديرية إلى أخرى، حيث تغطية منخفضة في مديريات سلعة وملقي ومغولو وغوني، وتبذل جهود لتحسينها. وذكر مساهمة قسم الثروة المائية والحملة التنموية وإدارة الإقليم ووحدات قوات الدفاع ومؤسسة الغلال والمواشي لإرساء خدمات مياه شرب في القرى. أعلنت وزارة الصحة إن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم 9 من يوليو في مراكز العزل في الإقليمين الأوسط وعنسبة أظهرت إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا. وظهرت 14 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط وثلاثة في علبرعد بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شوفي 18 مريضا، 15 من الإقليم الأوسط وثلاثة من إقليم شمال البحر الأحمر، بينما توفي مريض في عمر 80 عاما في الإقليم الأوسط. بهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 6259، شفي منهم 5826 وتوفي 29 مريضا، فيما لا يزال 404 يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة 9 من يوليو 2021. صرحت إدارة إقليم جنوب البحر الأحمر في الاجتماع التقييمي الذي عقدته بمدينة عصب في 7 و8 من يوليو بأن برامج التنمية الزراعية في الإقليم بدأت تؤتي ثمارا جيدة. وأشار التقرير إلى هطول أمطار بنسبة 395 ملم خلال الأشهر الستة الماضية، وتوزيع معدات زراعية وبذور على المزارعين أسهمت في زيادة أراضٍ زراعية وارتفاع نسبة إنتاج الخضروات مقارنة بالعام الماضي ب 22%. كما ذكر التقرير بأن أعمال بناء الحاجز المائي الكبير الجاري تشييده في منطقة أفامبو بمديرية وسط دنكاليا بلغ 90%، مثمنا مشاركة المواطنين الفعالة في بناء الحواجز المائية وصيانة الطرق. وبحث الاجتماع القيود المفروضة لمكافحة كوفيد-19 وتأثيراتها وبرامج التنمية المعمارية وتطوراتها والخدمات الاجتماعية عامة، وخاصة الصحة، وما حققته والجهود المبذولة لتشجيع أنشطة صيد الأسماك ونتائج تلك الجهود، وكذلك الدعم الحكومي والفردي الجاري لمساعدة أسر الشهداء والجهات المحتاجة.
وأكد التقرير نجاح حملة التطعيم ضد الشلل بالحقن التي جرت في الفترة ما بين 23 و27 من يونيو الماضي على مستوى الإقليم بنسبة بلغت 98.8%، وتوزيع فيتامين ألف بنسبة 97%. وفي الكلمة التي ألقاها السفير محمد سعيد منتاي حاكم إقليم جنوب البحر الأحمر، أوضح الأعمال التي تحققت في مكافحة كوفيد-19 مقارنة بمناخ الإقليم، مشيرا إلى العمل الجاد خلال الأشهر القادمة في الحد من العادات الضارة وبرامج الإصلاح البيئي الأهلي وصيانة المدارس وغيرها من برامج تنموية أخرى. أوضح الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم شمال البحر الأحمر إن بناء مراكز الشباب المجهزة في المديريات تحتاج لاهتمام خاص. أوضح فرع الاتحاد في التقرير المقدم في الاجتماع الذي عقده يوم 8 يوليو إن عدم وجود مراكز شبابية للترفيه والتعليم في المديرية يشكل تحديا، ومن المهم مساهمة الجهات الحكومية والجبهة واللجان المقامة على مستوى المديريات وأصدقاء الشباب. وقيم الاجتماع الذي عقد في مصوع الأنشطة المنفذة في المجالات التنظيمية والسياسية والصحية والثقافية والاجتماعية والتعليمية والرياضية. ووصل الاجتماع للقيام بمراقبة البرامج قيد التنفيذ وتنظيم دورات تدريبية لتمكين الشباب وخلق فرص العمل والغروض. وذكر سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد رزان أدوناي ورئيس الاتحاد الوطني للشباب والطلبة سيد صالح أحمد دين في الاجتماع أهمية التقييم لتنفيذ جيد للبرامج، منادين للدفع بالدورات التدريبية المعززة لمشاركة المرأة الشابة في جميع المجالات. أشاد سكان درفو بخدمات عيادة الضاحية مؤكدين المساهمة حسب القدرات لتخفيف نواقص العيادة. أوضح السكان أن خدمات العيادة رفعت من الوعي الصحي وأحدثت تطورا صحيا في خفض الأمراض التي كانت تحدث بالأمراض المعدية وأثناء الحمل والولادة. وذكر الممرض ملكياس نقاش أن العيادة تقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة وعلاج الأمراض والتطعيم، داعيا لحل مشكلة المعدات الطبية والطاقة الشمسية وسيارة الإسعاف. من ناحية ثانية دعت مسؤولة السيطرة على مرضي السل والجزام الممرضة ناصنة قبر يوهنس سكان دورفو للارتقاء بالوعي المكتسب لمكافحة الأمراض المعدية عامة والسل على وجه الخصوص. وقالت لدى لقائها السكان إن 80% من مرض السل يصيب الرئة و20% باقي أجزاء الجسد، ويمكن علاجه بالمداومة على الدواء، وعلى المجتمع تشجيع المصابين بأعراض السل للتوجه إلى المؤسسات الصحية وإجراء التحاليل الطبية. تلقى 109 من الشباب في مدينة حقات دورة تدريبية لتربية الدواجن وتصفيف الشعر والكمبيوتر والإسعافات الأولية ومجالات أخرى لمدة 3 أشهر. وقال المدير التنفيذي لإدارة مديرية حقات السيد تخل هيمانوت مسائل في مراسم التخريج في 6 يوليو إن الشباب المتسلح بالمعرفة أساس التغيير، داعيا تعاون الجميع لعمل الشباب في مجالات تدريبهم. أوضح مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم عنسبة السيد الزازي برختآب إن العمل جار لتدريب الشباب حسب موارد كل منطقة، مناشدا لتعزيز مساهمة جميع المواطنين لاستفادة المرأة الشابة المحتاجة من هذه الفرص. بعد الفاصل سيداتي وسادتي أعود بالأخبار الخارجية. تواصل حركة طالبان المتشددة هجماتها في عدة مناطق في أفغانستان بموازاة الانسحاب العسكري الأمريكي، حيث أعلنت أنها باتت تسيطر على 85% من الأراضي الأفغانية. وقال عضو فريق مفاوضي طالبان شهاب الدين ديلاور خلال مؤتمر صحفي في موسكو إن 85% من الأراضي الأفغانية باتت تحت سيطرة الحركة، ومن ضمنها نحو 250 إقليما من بين 398 في البلاد. وفي السياق الميداني ذاته استنجدت القوات الأفغانية بفصيل مسلح خاص لمساعدتها في قتالها مع متمردي حركة طالبان لاستعادة السيطرة على أجزاء من غربي البلاد، منها معبر حدودي مع إيران
وفق ما قال مسؤولون محليون. من جانبها قالت روسيا إن حركة طالبان تسيطر على الجزء الأكبر من الحدود الأفغانية مع طاجكستان، داعية إلى ضبط النفس بين المعسكرين في أفغانستان. ولطمأنت روسيا، أكدت حركة طالبان لروسيا أنها لن تسمح باستخدام البلاد قاعدة لشن هجمات على بلدان أخرى. أعلنت منظمة أوكسفام الدولية أن حوالي 11 شخصا يموتون كل دقيقة بسبب الجوع وسوء التغذية، وهو عدد يتجاوز العدد الحالي للوفيات بسبب جائحة كورونا. وفي تقرير صادم جديد أصدرته المنظمة، قالت أوكسفام إن حوالي 11 شخصا يموتون كل دقيقة بسبب الجوع وسوء التغذية على الأرجح، وهو عدد يتجاوز العدد الحالي للوفيات بسبب كورونا، وهو ما يقرب من 7 أشخاص في الدقيقة الواحدة. وبحسب ما ورد في التقرير، لا يزال النزاع هو السبب الرئيسي للجوع منذ تفشي جائحة كورونا، وهو ما دفع أكثر من نصف مليون شخص إلى ظروف شبيهة بالمجاعة بزيادة أكثر من 6 أضعاف منذ عام 2020. كما يصف التقرير الأثر الهائل للصدمات الاقتصادية التي تفاقمت بشكل خاص جراء جائحة كورونا وأزمة المناخ، وهو ما دفع عشرات الملايين من الناس إلى الوقوع في براثن الجوع. وقد أدت البطالة الجماعية والاضطرابات الشديدة في إنتاج الأغذية إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 40%، وهو أعلى ارتفاع لها منذ أكثر من عقد من الزمان. لقي 52 شخصا مصرعهم في حريق اندلع في مصنع في بنغلاديش، اضطر بعض العمال فيه للقفز من طوابق عليا من المبنى للنجاة بأرواحهم، حسب ما أعلنت الشرطة. أصيب قرابة 30 شخصا بجروح، فيما كان مئات الأقارب وعمال آخرون في حالة صدمة ينتظرون أمام مصنع الأغذية، فيما كانت النيران لا تزال مشتعلة. واندلع الحريق في مصنع للأغذية والمشروبات في روبغانج، البلدة الصناعية القريبة من دكا، وكان لا يزال يستعر بعد 24 ساعة تقريبا على اندلاعه. وتشهد بنغلاديش، الدولة الفقيرة الواقعة في جنوب آسيا، حرائق وانهيارات مباني متكررة، وخصوصا في قطاع صناعة النسيج الواسع، بسبب عدم احترام تدابير السلامة ومعاييرها. اكتشفت في بوتسوانا ماسة خام ضخمة ذات انعكاسات فضية باتت ثالث أكبر أحجار الماس في العالم، وفق ما أفادت شركة لوكار الكندية. ويعود اكتشاف الحجر الكريم الذي يبلغ وزنه 1174 قيراطا إلى 12 من يونيو، متقدما على ماسة أخرى عثرت عليها في الأول من يونيو عثرت عليها في الأول من يونيو في البلد شركة تعدين أخرى. ويعزز هذا الاكتشاف موقع الصدارة الذي تحتله بوتسوانا عالميا فيما يتعلق بأكبر الأحجار، إذ يرفع رصيدها من أكبر الماسات في العالم إلى 6. وأشاد الرئيس موكويتسي ماسيسي بهذه اللحظة الرائعة، مبديا ارتياحه إلى زيادة وتيرة اكتشافات الماس في بلده. ختاما سيداتي وسادتي، لنشرة أخبار هذا المساء أعود فأذكر بعناوينها. انتخاب الشيخ سالم إبراهيم المختار مفتيا لإريتريا. مياه الشرب الصالحة في ريف القاشبركة تغطي نسبة 81%. إصابة 17 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. حركة طالبان تعلن سيطرتها على 85% من الأراضي الأفغانية. عدد الوفيات في العالم بسبب الجوع يفوق وفيات كورونا. ومصرع أكثر من 50 شخصا في حريق بمصنع في بنغلاديش. انتهت نشرة أخبار المساء، شكرا لمتابعتكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.